والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. تحية إلى الشهداء الذين ارتقوا اليوم على أرض مصر، وخالص العزاء لأسرهم، نسأل الله أن يلهمهم الصبر والسلوان. تحية إلى الثوار الثابتين الصامدين في الميادين، الذين يضربون اليوم أروع الأمثلة في التضحية والنضال الثوري. تحية إلى الصامدين في كل ميادين مصر أمام المدرعات والمجنزرات، فبصمودكم أيها الثوار تنجح الثورة وينكسر الانقلاب. أتحدث إليكم الآن وقد زادت تظاهرات اليوم على 230 تظاهرة وفاعلية اتسمت بالجرأة والصمود في وجه الآلة القمعية الغاشمة. فقد تصدى الثوار اليوم لمدرعات ومجنزرات الشرطة واستكملوا تظاهراتهم لتصل رسالتهم كاملة في مشاركة شعبية واسعة. تنقل الثورة اليوم رسالة جديدة إلى هذا الانقلاب الغاشم، أنه من اليوم هناك مرحلة جديدة من العمل الثوري، رسالة مفادها أنه على الانقلاب أن يعي أن الثورة قد دخلت منحنى جديد يتقدم ويتنامى. وأستطيع أن أقول أنه لن يستطيع الانقلاب أن يكسر الثورة مهما استخدم من قوة وبطش، وأن مسألة انتصار الثورة هي بإذن الله مسألة حتمية، وما هي إلا مسألة وقت. وأقول للشباب: أنتم القلب النابض، وأنتم قادة هذا الحراك، ولكم الدور البارز اليوم والذي أظهر بشكل واضح أنكم تملكون الروح والإبداع والأفكار في مواجهة تلك الدولة العميقة بشكلها القبيح. فاستمروا أيها الشباب واثبتوا واستكملوا ثورتكم كاملة، وسيكتب التاريخ أن الشباب من أبناء هذا الوطن هم من استطاعوا بفضل الله كسر هذا الانقلاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل.